تعالوا يا بنات اقعدوا جنبي كده اقول لكم سر المحشي على طريقة امي الله يرحمها. اللي هقوله لكم دلوقتي ده اصل المحشي الصح. يلا صلوا على النبي وما تنسونيش من متابعتكم الجميلة. اول حاجة لازم الكرنبة تكون صبحة والخضرة والشبت صبحين. المحشي نحط له شوربه بلدي، ولو ما عندكيش مرقة دجاج هتمشى الدنيا. اول ما المحشي يغلي نوطي عليه على طول، ما نزودش ليه غير شوربة بلدي. بص كده صوابع الكرنب لازم تبقى مرصوصة، المحشي الكبير ده يستوي على نار هادية. اعملوا التكات دي والناس هيشموا ريحة المحشي بتاعك من على اخر الشارع. الطين والحطب هيخلوا الطعم حاجة تانية. اخر تكة بقى معلقة سمنة بلدي على الوش ومعلقة قشطة. كده المحشي يبقى تمام التمام. المحشي سره في الست اللي بتطبخه. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وكومنت عشان يوصلكم فيديوهاتي.